والنهاردة هبدأ معاك بداية مختلفة شوية. نطلع بسرعة نشوف الظهور الأخير للمقص ونرجع تاني. الحقيقة مقص التفسير الوحيد للفيديو اللي انت نشرته ده هو ان انت حاطط عينك على انك تشتغل في لجنة الحكام. النهاردة يا باشا اوعى تفوت اخر جزء من الفيديو. ليه؟ لان انا النهاردة هصحح لك مفهوم تاريخي خاطئ اتربينا عليه من واحنا صغيرين. حاجة كده من الحاجات اللي تم تغيير التاريخ مخصوص عشان خاطر نادي بعينه او علشان خاطر عيون جماهير نادي بعينه. استنى معايا عشان تعرف ايه الحوار ده بالتفاصيل والتواريخ والاسماء وتصحيح هذا المفهوم التاريخي. قبل ما ننقل على الموضوع التاني عايز اتكلم معاك كده في حاجة عامة الاول، ركز معايا فيها. الانسان اللي بيساعد حد سواء معونة مادية ايا كان شكل المعونة ايه يعني، وبعدين يبدأ يحس ان هو الطرف الاعلى او الطرف الاقوى فيبدأ يذل فيه ويبدأ يهين فيه، فاهمني، ويهزقه. هو عارف ان الطرف ده ضعيف مش هيقدر يعمل له حاجة علشان هو محتاج لمساعدته. الطرف اللي بيتعامل بهذا الكبر وهذا الغرور انا بالنسبة لي ده طرف غير سوي تماما، والعلاقة دي كلها على بعض علاقة توكسيك ويخرب بيت المساعدة وملعونة المساعدة اللي تيجي بالطريقة دي ومن شخص زي ده كده كلام حطه على جنب. ننقل بقى على النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها. ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك راح منزل البوست ده النهاردة. بيقول لك إيه بقى؟ بوست قدامك بيقول لك: مصادر نادي الزمالك التي أعلنت أنني سأساهم بمبلغ دولاري لحل أزمة التعاقدات في نادي الزمالك أؤكد أنها مصادر كاذبة، وأرجو من الجميع أن يكفوا عن حشر اسمي في مشاكل نادي الزمالك، وحين أساهم سأعلن هذا. طريقة التعامل بتاعة الرئيس الشرفي لنادي الزمالك ممدوح عباس مع المنظومة الزملكاوية كله، لعيبة ومدربين وإعلام وإدارة، طريقة للأمانة لا تطاق. وبعدين حاجة بسيطة جدا يا معلم، ما انت مسكت نادي الزمالك في فترة من الفترات، هو انت فاكر ان الناس ناسية أجوجو؟ ولا انت بتعتمد على ذاكرة السمك؟ ولا انت بتعتمد على ان انت راجل بتساعد وراجل لك اليد العليا فمحدش يقدر يفتح بقه معاك؟ يعني ما علينا، ممدوح عباس بإدارة الزمالك بلعيبة الزمالك علاقات عجيبة مريبة غريبة، ما علينا يعني. طيب بعد ممدوح عباس تحب تطلع معايا على محمد القاضي ولا على حنين خالد ولا على فرح علي؟ نطلع الاول على محمد القاضي. ماشي، احنا بندفع ثمن الفوز بدرع الدوري العام حتى اللحظة دي، وسنظل ندفع هذا الثمن حتى انطلاق الموسم الجديد. تمام يا قاضي، يعني انت طالع بتقول ان انتوا بتدفعوا ثمن الفوز بالدوري في اشارة واضحة على ان كل اللي بيحصل حاليا من مشاكل محاطة بنادي الزمالك هي عبارة عن انتقام من الزمالك علشان الزمالك كسب الدوري من الأهلي، وإن الأهلي هو اللي بيحرك كل الخيوط، والأهلي مسيطر على الفيفا والكاس والاتحاد الأفريقي وكل حاجة في العالم في إيد الأهلي. سؤال يا قاضي في منتهى البساطة، الموسم لما كان لسه شغال والزمالك ما كانش لسه كسب الدوري، مش كنا كل يوم بنصحى على إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك 12 13 14؟ مش ده كان بيحصل؟ طب يا باشا 9 ابريل يعني قبل الدوري ما ينتهي بمراحل كتير جدا ما كانش فيه حكم بان انت موقوف من القيد ايقاف تأديبي فترتين؟ صدقني يا قاضي يعني الزمالك ما هواش بالاهمية اللي انت متصورها، والناس كلها ما هياش بتحاول انها تنتقم من نادي الزمالك علشان كسب الدوري الاعجازي بتاعه. فيا ريت ان انت لما تحاول توهم الناس حاول توهمها بحاجات شوية تكون منطقية، علشان لو في جزء من الناس بيتفرج عليك عندهم ذكاء او عندهم مخ يشتروا منك اي حاجه. واضح ان القاضي لسه ما خلصش اللي عنده، فتعالوا نسمع عايز يقول ايه تاني. مين النجم اللي في موسم 2025 2026 جماهيره توقعت منه اداء ولكن هو صدم جمهوره باداء؟ جماهيرنا دي طب جماهيرنا دي جماهير الاهلي كانت متوقعه ان زيزو ينفجر، وجماهير الزمالك
كانت متوقعه ان زيزو يبقى اون فاير مع الاهلي احسن من هو بيبقى مع الزمالك او نفس مستواه مع الزمالك. هو خذل الجمهورين مش جمهور واحد. بص لازم تعترف ان هو دمه خفيف جدا. انت عارف ان انا دلوقتي ممكن اطلع لك ان زيزو ده بالموسم المخيب بالنسبه لجمهور الاهلي، طبعا احنا مستنيين منه اكتر من كده، ولكن هطلع لك ان زيزو بالارقام اعلى من اللاعب اللي انت عمال بتتنطط بيه السنه دي وفرحان بيه اللي هو بيزيرا. تعال اقول لك على ارقام بيزيرا مع نادي الزمالك في الدوري. لعب 17 مباراه، سجل كام؟ 8 10 12، سجل هدفين. ايوه هدفين. طب صنع اهداف بقى، صنع له مثلا 9 اهداف 11 هدف، صنع 3 اهداف، مسجل هدفين وصانع 3. ده بيزيرا اللي المفروض انشيلوتي ياخده معاه المنتخب البرازيلي. يا انشيلوتي يا ظالم. تعالى بقى لزيزو اللي انت عمال تستخف دمك في الاستوديو وتقول اصله خذل جماهير الاهلي وخذل جماهير الزمالك. زيزو لعب قد ايه؟ لعب 14 مباراه في الدوري، سجل قد ايه؟ سجل 4. صنع كام؟ 4. يعني اللعيب اللي انت مطلعه السما وبتقول ده عامل موسم خرافي واستثنائي مساهم في 5 أهداف بالبطولة اللي انت كسبتها. ولكن زيزو بأسوأ نسخه عامل أرقام في الدوري أعلى من بيزيرا. وبعدين هنيجي في الدوري زيزو لاعب 14 مباراة، يعني عمل 8 مساهمات في 14 مباراة. ارجع لي على الحاج بيزيرا بتاع انشيلوتي ظلمني. بيزيرا في الدوري لاعب 17 مباراة. احنا يا جدعان بنتكلم في ايه؟ هاخدك معايا الفنانة كوميدية صاعدة كنا اتكلمنا عنها في كام حلقة، وبعدين بقالنا مريحين 3 حلقات تقريبا ما جبناش سيرتها، ولكن النهاردة لازم نجيب سيرتها معانا، الأستاذة حنين خالد. تعال نسمع حنين خالد طلعت تقول ايه في صوت الزمالك كالعادة، يعني تلقيحا على النادي الأهلي. اسمع. ان جمهور الزمالك عاشق والهان، لو في 2 بيحبوا بعض وبيغيروا على بعض بالتاكيد، لو حد منهم عنده مشكله هيساعدوا بعض. انا ادرك وانا عارفه ان الموضوع بالنسبه لكم غريب وصدمه ومستغربينه عشان انتوا ما جربتوش حاله الحب والعشق دي. دايما بعذرهم، ما عندهمش جمهور زي الجمهور اللي عندنا، ما عندهمش جمهور بيحب بالشكل ده. بص هو بعيدا عن ان الموضوع ابتدى يبقى ليه كده طابع غريب مريب عجيب، حب وعشق وقصة حب، ولما حد بيحب حق، بص يعني السكة دي انت فاهمني، يعني مش عايزين نكمل فيها. بس يا حنين انا عايز اقولك على حاجة. انت يا حنين انت شخصيا والناس الافاضل يعني زمايلك في صوت الزمالك وقناة الزمالك، انا عايز اقولك ان مرتباتكم لو اتوقفت مثلا لمدة 4-5 شهور مش هتقعدوا في القناة، ولا بقى جمهور زمالك ولا احنا بنحب الزمالك ولا الزمالك ده اصله عشق ولا الكلام ده كله. يعني بص يا حنين انا ما عنديش مشكلة ان انت تعبري عن حب جمهور نادي الزمالك لنادي الزمالك باي طريقه، ان شاء الله حتى تقولي ان جمهور الزمالك ونادي الزمالك في شهر عسل مستمر. انا ما عنديش مشكله انك تافوري وتقولي كل الحواديت دي، ولكن انا عندي مشكله كالعاده في حاجه واحده. ليه بتدخلينا احنا كجمهور النادي الاهلي في جمله مفيده وكالعاده التلقيح؟ والمره دي بقى ايه؟ اصل جمهور الاهلي ما يعرفش حاجه عن الكلام ده، اصل جمهور الاهلي يعني في اشاره واضحه ان احنا ما بنحبش النادي الاهلي زي ما جمهور الزمالك بيحب جمهور الزمالك. يا بنتي ده بشير التبعي قال ان الفتره ما بين 2000 و2004 الفتره اللي كان الزمالك متفوق فيها على الاهلي وبيكسب الدوري وكسب دوري ابطال، وكان تقريبا اغلب المواجهات اللي بين الاهلي والزمالك بتنتهي لصالح الزمالك باستثناء يمكن ماتشين تعادل وماتش ال6 بتاع الاهلي. الفتره دي بشير التبعي كان بيقول ان ماتشات القمه كان بيحضرها جمهور الاهلي بكثافه رغم الفتره السيئه اللي بيمر بيها فريقه، وجمهور الزمالك ما كانش بيحضر بنفس الكثافه لانه ما كانش عنده ثقه في النادي. انت متخيله الفتره اللي هي الافضل في تاريخ نادي الزمالك؟ يا ستي حبوا بعض، اتجوزوا بعض، اخطبوا بعض، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس طلعي الاهلي من دماغك. انا مش مصدق ان انت كسبانه دوري يا حنين ومع ذلك الاهلي قاعد جوه هنا زي ما قلتها قبل كده يا معلم، المقوله الاجنبيه الشهيره، قاعد بايجار مجاني في كل عقولكم. وعايز اقول لك ان حنين ما اكتفتش انها تلقح على الاهلي بس بالجمله دي، شويه بتقول لك
لك ان الزمالك عنده مشاكل والزمالك عنده ايقافات قيد وكده، وبعدين تروح راميه على النادي الاهلي تقول لك والمنافس لما بتحصل له مشاكل بتتحل بسهوله. يا حنين هفهمك حاجه ارجو ان عقلك يستوعبها. النادي الاهلي عنده رصيد كبير جدا، عشان كده النادي الاهلي عنده رفاهيه انه يقع موسم هيقدر يلم نفسه ويقدر يحل مشاكله. النادي الاهلي يا حنين على مر السنين الادارات اللي كانت بتمسكه مش هقول لك كلها ولكن اغلبها كانت بتكون ادارات حاطه مصلحه الاهلي اولا، ادارات شغلها الشاغل النادي الاهلي. مش هقول لك ان هم بلا اخطاء، كل اداره 100% ليها اخطاء، ولكن الناس اللي في الاداره مؤكد عايزين مصلحه النادي الاهلي. فعلشان كده بتلاقي ان النادي الاهلي كل سنه بيخش له رعاه ومعلنين وفلوس اكتر من السنه اللي قبلها، عشان في ناس يا حنين بتشتغل لصالح النادي الاهلي، مش ناس جايه تستفيد من اماكنها لمصالحها الشخصيه ويولع النادي. ناس بتسيب النادي مديون سنه واثنين وثلاثه والديون تتراكم ويبقى عليها فوائد لحد لما نوصل لمرحله ان النادي عليه 18 ولا 19 قضيه ايقاف قيد، بل ويجي على النادي ايقاف قيد تأديبي نظرا لتكرار المخالفات. يا حنين تعال بقى معايا يا معلم ونسمع مع بعض فرح علي وهي بتحلل اداء المنتخب امام البرازيل وبتقول رأيها الفني. اسمع معايا. ولو رجعنا لكلامي هنا في حلقة الخميس اللي فات لما طالبنا الكابتن حسام حسن انه يتحرر من الانكماش الدفاعي اللي لعب بيه في كاس الامم واللي انتقدناه فيه بقوة، وده طبعا بيرجع لاسمه تاريخ الكرة المصرية. يعني ما ينفعش انك انت تفضل طوال 90 دقيقة بتلعب في نص ملعبك تحت الكورة. المشهد ده والمنظر ده ما نتمنهوش اكيد. انا هقف عند فكره ان المنتخب او ان هي مستاءه ان المنتخب بيلعب تحت الكوره وبيدافع. واخد بالك انت بيدافع 90 دقيقه. مش بيفكرك بحاجه الحوار ده؟ مش بيفكرك بواحد طلع في مره قال احنا عايزين نبوظ الماتش؟ مش بيفكرك بواحد طلع في مره قال انا مش جاي امتعك؟ مش بيفكرك بالكابتن معتمد جمال؟ هو يا استاذه فرح انت لومتي على الكابتن حسام ان هو بيلعب قدام السنغال او بيلعب قدام اسبانيا بتحفظ وبيدافع، لكن ما تلوميش على الكابتن معتمد جمال ان هو تقريبا اغلب الموسم بيلعب تحت الكرة. المعايير يا جماعة عندكم اخبارها ايه؟ ما تلوميش على الكابتن معتمد جمال ان هو في القاهرة في السيمي فاينل بتاع الكونفدرالية ونهائي الكونفدرالية لعب تحت الكرة. اختم معاك بقى باخر موضوع هو برضو مرتبط بكلمة هتقولها فرح علي وهي اللي جابته لنفسها. والله انا ما كان في دماغي تماما، ولكن سمعت منها الكلمة قلت بس مش هعديها. تعالي يا فرح عشان كالعادة انتوا اللي بتجيبوه لنفسكم. اسمع. نقفل بقى صفحة المنتخب وبتزيرة ونروح لمعشوقنا الملكي نادي الزمالك. بس أكثر من بس معشوقنا الملكي نادي الزمالك بلال علام في اون تايم. يا ملكي يا زمالك. بص يا معلم كالعادة انا مش هجيب لك كلام من دماغي. بص يا باشا اي كلمة انا بقولها لك او اي حد بيقولها لك قبل ما تصدقها خدها ودور وراها وتأكد من المعلومة. طلعت صح تمام، طلعت غلط يبقى الشخص ده بيقول اي كلام. مين هو النادي الملكي في الرياضة المصرية؟ تعالى واسمع معايا بالاسماء والتواريخ. في 8 يناير 1929 تلقى رئيس الاهلي في وقتها جعفر والي باشا اختارا رسميا بان الملك فؤاد الاول قرر وضع النادي الاهلي تحت رعايته الملكية. ده سنة كام؟ 8 يناير 1929. وبالفعل تم تعديل الشعار الخاص بالنادي الاهلي ليظهر عليه التاج الملكي. الكلام ده امتى؟ بعد سنة 1929. والشعار قدامك دلوقتي تقدر ان انت تشوفه. واستمرت الرعاية الملكية للنادي الاهلي حتى سقوط النظام الملكي بعد ثورة يوليو. وطبعا تم ازالة التاج الملكي من شعار النادي الاهلي بعد انتهاء الحكم الملكي واعلان الجمهورية. هل نادي الزمالك برضو تم رعايته رعاية ملكية؟ ايوه. هتقولي طب يا عم ما هو نادي الزمالك برضو تم رعايته رعاية ملكية. هقولك استنى. نادي الزمالك حصل على الرعاية الملكية سنة 1941 عندما تغير اسمه الى نادي فاروق. النادي الاهلي حصل على الرعاية الملكية سنة 1929 يعني قبل نادي الزمالك ب 12 سنة. فكده الموضوع واضح جدا بالنسبة لك. النادي اللي حصل على الرعاية الملكية الاول هو النادي الاهلي. ده واقع وده تاريخ واي
حد عايز يزور في التاريخ او اي حد مش عاجبه التاريخ مثلا دي مشكلته. فانا بالنسبه لي بعد كده هيبقى النادي الملكي الاهلي. واي حد سمع الكلام اللي انا قلته ده ارجوك ما تصدقنيش على طول، ارجع ودور بنفسك وانت هتتاكد من كل كلمه قلتها لك. النادي الملكي الاهلي. في النهايه بقى يا معلم ما تنسانيش باللايك، زي ما انت عارف اللايك دي مهمه جدا جدا، وما تنساش تعلق وتقول لي رايك ايه في كل المواضيع اللي اتكلمنا فيها. ولو لسه ما اشتركتش على القناه مستني ايه؟ يلا اشترك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واحنا بنرد على المجره الزملكاويه. سلام.